أمام الطواحين الهولندية بروتردام، أراد رفقاء محرز اختبار صمودهم في ودية من العيار الثقيل أياما قليلة قبل المونديال الأمريكي. الخيارات التي بنى عليها بيتكوفيتش رسمه التكتيكي كانت في أغلبها تائهة في بداية المباراة، والقائم عوض زيدان لصد تسديدة مالين عند الدقيقة 8. ضعف الخضر وارتباكهم تحت الضغط العالي تسبب في تضييع غديد الكرات في مناطق حساسة، حولها أبناء الكرة الشاملة لفرص خطيرة أبطل حكم الراية مفعول بعضها، وأجهضت رعونة أخرى، فيما تألق لوكا وتكفل بصد البقية، مؤكدا جدارته بحراسة غارين المحاربين. رفقاء محرز انتظروا الدقيقة 27 لتسجيل الحضور. تمريرة ساحرة من الكابيتانو أضاعها عمورة بغرابة شديدة، مفوتا فرصة سانحة لأخذ الأسبقية. دقيقة بعدها حاول بن طالب بتسديدة قوية انتهت في أحضان الحارس الهولندي. أما هذه فكانت اللقطة الوحيدة التي ظهر فيها عوار على شاشة التلفزيون ليعجل بيتكوفيتش بتغييره مطلع الشوط الثاني رفقة الزروق وعبادة. البديل مازا لم يكن بعيدا عن هز الشباك بهذه التسديدة، أما عمورة فواصل مسلسل تضييع الفرص، مؤكدا الوجه الشاخب الذي ظهر به رفقة ناديه مع نهاية الموسم الكروي. وفي وقت واصل لوكا زيدان تصدياته البارعة، ظهر أنيس حاج موسى بفصل مهاري وهز شباك الطواحين بهدف رائع عند الدقيقة 86. انتهت عليه المواجهة التي عرفت سقوط هولندا لأول مرة على ملعب روتردام منذ 9 سنوات كاملة.